بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرف كبير بأن يتعاون معنا خبراء من قطاع الأمن الوطني نتعاون معهم، ويكون التعاون بيننا في ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في إنارة عقول الناس بما أوجبه الله عز وجل علينا جميعا من محاربة الفساد والعمل على استتباب الأمن ونشر السلم والسلام بين المواطنين. في هذا الصدد إن شاء الله عز وجل نرحب بضيوفنا الكرام، وعلى رأس الوفد الأستاذ نبيل، خبير في الشؤون القانونية والأمنية لدى مصلحة الأمن الولائي بولاية تيز وزو، لينير بصائرنا ويشرف أسماعنا بدرس قيم حول مقومات الأمن في الإسلام. فندعوه إن شاء الله عز وجل فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. بسم الله. شيخنا الفاضل، إمامنا وأخي، شرف لي تواجدي رفقة زملائي في هذا اليوم. أشكركم جزيل الشكر، والشكر موصول لكم على ما قدمتموه، وأنتم تتبعون دائما جريان أراوي بظمأ العلم والإيمان. شكر كذلك موصول إلى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية زوزو على تفضلها بإتاحة هذه الفرصة للقائكم في هذا اليوم المبارك الأجل. حتى لا أزيد أقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. إخواني، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام ألا وهي السلام. أقول فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأكارم، ربما هناك نوع من العجب، نوع من الدهشة لوجود هذا الزي الأزرق في مثل هذا المقام. إذا عرف السبب بطل العجب، لكنني سأذكر نفسي وإياكم. إخواني، اليوم جئت أخا، لا أقول مختص قانوني أو لا أقول أنني مكلف بكذا أو كذا، بل جئتكم أخا. سأتحاور لبضع دقائق مع إخواني وأوصل لهم بعض الأفكار علها تكون تدق النفوس لنبعد خطر عديد من الأمور. إخواني، أنا أتذكر هذا اليوم عند التحاقي بصفوف هذه المهنة. قبل تخرجي أقسمنا 3 مرات: أقسم بالله العلي العظيم، ثم أعدناها أقسم بالله العلي العظيم، ثم أعدناها للمرة الثالثة: أن نكون مخلصين لوطننا، أن نؤدي واجبنا بأمانة وصدق، أن نلتزم بالسر المهني وهذا التنظيم الداخلي، أن نكون حريصين على سيادة القانون وجادين في المحافظة على أمن البلاد. قسم لو تعلمون عظيم، لقد قسمنا أمام الله عز وجل على أن نكون أولئك الذين سبلوا أنفسهم من أجل هذا الوطن، من أجل حماية أبنائه في أرواحهم وممتلكاتهم. هذه بالنسبة للنقطة الأولى التي أريدكم أن تعلموها. دورنا ليس دورا ردعيا ولا دورا كما يروج علينا، إنما قد سبلنا أنفسنا وأنا من بينهم، وزملائي الذين يقفون في هذا المقام من بينهم، وهناك رجالات عديدين قد سخروا أرواحهم من أجل هذا الوطن، من أجل حماية أبناء هذا الوطن. من أجل ذلك أتينا إلى هنا. لماذا أتينا إلى بيت الله، إلى هذا المقام؟ نحن نعلم قد قال الله تعالى في محكم تنزيله: الذين آمنوا، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سيدي الجليل، إن أخطأت وخطأ الشيطان فهو شكرا. إذا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أتينا إلى هنا في هذا المقام لأننا علمنا ونعلم بأن كل من دخل هذا البيت إلا وأتى بذكر الله عز وجل. لا أشك البتة في أن منكم من يدخل بيت الله في هذا المسجد لأداء صلاة الجمعة من غير ذكر الله. وما دمتم تذكرون الله فلا شك أن في قلوبكم أقول اطمئنان. القلوب المطمئنة ذكرت الله. أتينا اليوم ننتهز فرصة اطمئنان القلوب حتى نضفي عليها اطمئنانا على اطمئنان. لا جئناكم مربعين، ولا جئناكم بسياسة ربما كذا وكذا، وإنما جئنا إلى إخواننا من أجل موضوع محدد بذاته. ربما السياسة ستستمر في الأيام المقبلة. أتينا هنا من أجل أن نسمع صوتنا إلى كل إخواننا، إلى أخواتنا، نسمعكم بما نحن ملزمين أو ملزمين بتجسيده على أرض الواقع. بين قوسين هي مهامنا النبيلة: حماية أرواحكم وحماية ممتلكاتكم. إخواني، في هذا اليوم أتينا بدرس ربما الوقت يسابقني، لكنني سأختصر بقدر الإمكان. موضوعنا اليوم هو رعاية الأطفال في الإسلام
وواجب المجتمع الذي في حمايتها. الأطفال. لماذا خصصنا في هذا اليوم هذا الفقرة وهذا العنوان؟ الأطفال. لا يخفى على اثنين أن الأطفال هم نعمة من نعم الله عز وجل، وهم فتنة. فقد قال ربي عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكنهم فتنة. والأصل في الفتنة أنها تعتبر امتحان لنا. الله أعطاك نعمة والله يختبرك من خلال هذه النعمة، فإن أنت أحسنت هذه النعمة زادك الله من خيره، وإن أنت أضعتها كان هناك الويل. فالأطفال نعمة من عند الله. ولا يخفاكم من أن الأنبياء والرسل قد دعوا الله عز وجل في كبرهم على أن يؤتيهم أطفالا وأولادا. لماذا؟ لأن الأطفال هم زينة الحياة الدنيا، لأننا لسنا في منأى من تربية الأطفال. ربما لا أدخل في مجال سأتركه لأخي وصديقي الإمام الفاضل في الأيام المقبلة ربما ليتكلم عن الجانب الديني في هذا المجال، لكنني أتيتكم من الجانب القانوني. الآن لدينا ربما خبرة في الميدان. أردنا أن نعطيكم بلغة الأرقام، أن نعطيكم بعض المعطيات عن آدائنا في الميدان المهني حتى نطمئن قلوبكم أو قلوبكم أقول عذرا. لا يخفاكم سنة الأفاضل أن رعاية الأطفال هي عبارة عن القيام بحفظ الطفل من كل ما يضره، والقيام بلوازمه وشؤونه على أكمل وجه، مما يحقق حاجاته المتنوعة ونمو شخصيته. أعطاك الله الآن الولد منذ أن كان جنينا في بطن أمه حتى يصبح رجل. من المسؤول عليه؟ أنت أيها الأب. الآن سأتكلم عن مسؤوليتك كأب، سأتكلم عن مسؤوليتك كأم، سأتكلم عن مسؤوليتي كحامل القانون، كحامل لهذا الولد. أنا أقول بأن مسؤوليتي هي حماية المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم. هذه الحماية لا تقتصر على شيخ أو عجوز، على امرأة أو رجل، على طفل أو صبي أو جنين، حتى الجنين في بطن أمه أنا مسؤول عن حمايته. لما؟ لأن الله عز وجل أكفلني هذه الحماية، فلا أسمح مثلا لامرأة لتجهض ابنها، وفي القانون وضح لنا عدة معايير. الآن حماية المواطنين من صغرهم حتى كبرهم دون استثناء. الطفل لديه مجالات عدة: الحاجة الغذائية والجسدية، الحاجة النفسية والعاطفية، الحاجة التربوية والاجتماعية. كذلك للطفل الحق في طفولة طبيعية، عليه أن ينمو. ستقولون لماذا الآن يتكلم هذا المحافظ عن هذه المعطيات؟ أردت أن أبدأ أو أستبق بها الحديث حتى أتكلم في النقطة المهمة الآن. واجب علينا على أطفالنا أن نرعاهم، لأننا ربما سأكون صريحا معكم بدرجة كبيرة، لأنني الآن أحس بالاطمئنان. الاطمئنان الذي أحس به الآن هو ذاك الاطمئنان الذي يعكسه قلوبكم الصفية النقية. ما أتيت هذا اليوم إلا وأنا متأكد على غرار أيام قمت بها بالتحسيس في هذا المجال ستجد كلماتي الصدى، لأنني أخاطب القلوب الطيبة، القلوب النيرة، القلوب التي هي مطمئنة بذكر الله. إخواني، للأطفال حقوق كثيرة، لكن في الآونة الأخيرة شهدنا بأن الأطفال أو أطفالنا أو أطفال من تعرفون يعنفون، كما تعنف المرأة، كما العنف ضد الحيوان، كما العنف في الملاعب، كما العنف في إرهاب الطرقات، كما العنف المتعدد الأوجه والأشكال. سنختصر الآن على الأطفال. العنف المسلط على الأطفال عنف تئن له القلوب،
رجل متهور يمشي بسيارته بقدر من السرعة فيصيب بها، فلذا تكبدت أحدهم يصيب بها ولد خرج من بيت أمه وأبيه ليحصل علما، لتعود أمه في آخر اليوم تبكي وتنوح على متهور خطف منها ابنها. متهور آخر يقوم بالتعدي على الأطفال جنسيا أكرمكم الله. متهور آخر يتعدى على الأطفال بالضرب في الشارع، في المدرسة، وفي تعرفون أنا لست أقسو على قلوبكم الآن لأقول لكم ما تعرفونه، لكنني أريد أن أقول شيئا آخر، لأن الإسلام قد كفل منذ الوهلة الأولى. الإسلام لم يقم إلا وأتى بكل شيء جميل للأطفال، تحدث عن أطفالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث داعبوا أولادكم. لما هذا النفور؟ لما تتركون أولادكم عرضة للكآبة واليأس؟ لما لا تداعبونهم فالمداعبة واللعب من حقهم؟ لما لا تحضنونهم فالحضانة من حقهم؟ لما كلكم تحملون مسؤولية وأنا من بينكم. كل فيكم لديه أولاد. من لم يكن متزوجا ربما يقول أنا لا يعنيني الأمر اليوم، هو يتكلم عن الأطفال، ليس لدي أولاد. أقول لك يا أخي يا غير متزوج، كنت جنينا فكنت صبيا فكنت طفلا فأصبحت رجلا، بفضل من؟ بفضل أبيك الذي ربما لم ينم الليل حتى يوصلك لهذه المرتبة، بفضل أمك التي لم يغمض لها عينين حتى تصبح رجلا. أنت كذلك ستترتب عليك مستقبلا مسؤولية في هذا المجال، ستكون أنت كذلك الأب الذي يجب عليه أن يرعى أبنائه. مواثيق ومعاهدات كثيرة أتت في هذا المجال من حماية الأطفال. إخواني، بالنسبة لدي نقاط سأختصرها لأن المقام ربما كنت أود أن يكون الوقت أكثر، لأن لدي ما أحكيه لكم. كنت أود أن أطلعكم على بعض القضايا في الميدان حتى تحسوا بأن الوضع في البلاد يحتاج إلى هذه القلوب، يحتاج إلى هذا التكافل، يحتاج إلى هذا التجانس، يحتاج إلى هذه الصورة حتى نقضي على عديد الظواهر. إخواني، من قبل انتمائي الوظيفي أسلط لحضرتكم بعض الأضواء على جملة من النقاط ذات الصلة بالموضوع الذي تم اختياره هذا اليوم، إذ أن قضايا الاختطاف أو الاختفاء قضايا الاختطاف أو الاختفاء. في الآونة الأخيرة سمعنا هناك عديد من الجهات تقوم بدق الطبول وتقرع الطبول، فروعت الأب وروعت الأم. أصبحت الأمهات غير مرتاحات في بيوتهن، يعملن في بيوتهن وهن يتطلعن إلى أبنائهن الذين خرجوا من المنزل. لماذا؟ لأنها تخاف على أن يختطف ابنها أو يختفي. الأب الذي هو في عمله أصبح ليس جادا في عمله. لماذا؟ لأنه يعمل وفي مخيلته ابنا قد يختطف يوما ما. إخواني، أتينا اليوم لأقول أمرا معين بلغة الأرقام الصحيحة، ولا جهة من الجهات نسمح لها بقرع الطبول حتى تروعهم. كنت مع الشيخ الفاضل ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من روع مؤمنا في الدنيا أفسحه الله يوم القيامة. نحن لا نروعكم، لكننا نطمئن قلوبكم. منذ سنة 2003 إلى يومنا هذا 21 حالة اختطاف. من سنة 2003 إلى يومنا هذا. هناك من يسميها ظاهرة، يلعبون أو يعزفون على المصطلحات والمفردات. نعلم، وكما يعلم البعض منكم ممن هم أهل خبرة، أن مصطلح ظاهرة يطلق على
أمر مستفحل استعصي حله أو أمر بات يتكرر اليوم تلو الآخر. هذه الظاهرة، لكننا نحن أمام حالات أو قضايا. هذه الحالات القضايا بحجة أن الدولة هؤلاء الذين يطبلون يقولون بأن الدولة هي غير قادرة على حماية أولادها. لا، أنا الآن أقسمت منذ قليل وقلت أقسم بالله العلي العظيم ليس لي أي مهنة، ليست لي أي مهمة أخرى في هذه الحياة. ليست لي أي مهمة، لست بتاجر ولا بسائق ولا إنما أنا شخص قد وضع كفنه في بيته، اشتريت كفني. لماذا؟ من أجل الموت في سبيل هذا الوطن. سخرت نفسي لأكون أحد حماة هذا الوطن. عندما التحقت لم يضرب لي شخص على يدي لألتحق بمهنة أعلم بأنني قد أبيت الليل بدون نوم. عندما التحقت بهذه المهنة كنت أعلم بأنني قد أموت في لحظة في سبيل أن أنقذ روح من الأرواح. فاعلموا بأن قيادتنا والكثير من أمثالنا هم مسخرون ومسبلون من أجل حماية هذه الأرواح، إن كانت كبيرة أو إن كانت صغيرة. بالنسبة جئتكم اليوم بالمخطط الوطني للإنذار. هذا ما أتيت حتى أعلمكم، حتى أطمئن هذه القلوب المطمئنة وأزيد باطمئنان. الدولة أو دولة الوزير الأول أعطت تعليمات لمختلف المؤسسات بمختلف أطيافها بأن تجتمع اختطاف يقولون هنا وهناك، إعلام وصحافة وغيرها. ماذا يجب؟ على الاستفهام عليكم بعقد الاجتماع. هذا الاجتماع اتفقت فيه عدة أطياف وعدة مؤسسات كل في مجالها. في آخر المطاف هذا الفوج العمل قام بإحداث مخطط وطني حتى نقول للجميع من داخل الوطن وخارجه نحن مطالبون بحماية مواطنينا في كل الظروف والأحوال. نحن هناك واجب تحية من بعيد، تحية مثبتة يا ولدي، لنقول للمواطنين أننا لن نتوانى في تحقيق السلم والأمن لكل الأفراد دون نحن لا نهتم بفئة دون أخرى. كل مواطن جزائري هو تحت حماية الآن، والله على ما أقول شهيد. سأقسمها لمرة رابعة في حياتي، أقسم من هذا المنبر بأننا لن نتوانى زملائي في تحقيق هذا السلم والأمن. إخواني، أقول هذا الفوج في آخر المطاف وجد طريقة لحماية هؤلاء الأطفال. وأي جميل يأتي قربي، هذا الولد وحبيبي يتحدث عن الأطفال، شيء جميل. إذن هذا الفوج من العمل عرض خطة على الدولة وهو سموها المخطط الوطني للإنذار. هناك رقم أخضر. هذا المخطط يعتمد في أسسه القانونية على مادتين. لا داعي ربما للخوض في هذه المادة، لكنني أقول هذا المخطط يوكل لوكيل الجمهورية على وكيل الجمهورية في قطاع الاختصاص عندما تأتيه المعطيات والمعلومات من عند قوات الأمن التي هي المكلفة إقليميا بمحاربة هذه الظاهرة، تعطيه معلومات تخبره بأن هناك عملية ربما اختفاء أو هناك شخص قام بالتبليغ عن اختطاف ابنه. كلمة اختطاف من يقرها الآن؟ أو كلمة اختفاء يقرها السيد وكيل الجمهورية حصريا. مما يقرها؟ يقرها من خلال تلك المعطيات والمعلومات التي نجلبها له حالات متعددة. الشيء الجميل الآن لم يعد كالسابق. ربما شخص، وعليكم أن تتصلوا فيما بعد بالرقم 104. تأكدوا هناك أشخاص سبلوا أنفسهم
24 ساعة على 24 ساعة. يستقبلون المكالمات بالتبليغ والشكاوي للمواطنين في خصوص أبنائهم. يقومون بتوزيع واتخاذ الإجراءات في وقت قياسي خلال في أرض الوطن جميعا. في 48 ساعة يبلغ هذا الأمر إلى كل الولايات من أجل احتواء هذا الأمر. بعدين فيه وكيل الجمهورية الذي لديه صلاحية أنه بعد أن تعد المعطيات أمامه يقول هل هذا خطاب أم هذا اختفاء. ليس لشخص آخر مكان وكيل الجمهورية أن يقر أي حالة نحن فيها. ليس لديه حق إلا هذا الشخص بعد أن يتبين لديه المعطيات. الآن حتى يطمئن قلوبكم أقول بأن رقما وضعناه تحت تصرف الجميع، هو رقم 104. اتصلوا به في كل حالات الحزن، في كل حالات الذعر عن أبنائكم، واطمئنوا. هناك أناس سيقومون بالتحري والبحث في سرعة فائقة لم تتصوروها. لكنني سأقول أمرا آخر. هل أنا كشرطي يمكنني بوحدي أن أقوم بهذه المهمة؟ هل لهذا الإنسان الذي سبل نفسه في سبيل الله أن يكون وحيدا في مهمة التوعية؟ لا. الآن سأغلق هذا الكتاب، سأتكلم من قبل ولن أطيل سيد الإمام لأن أعتبر أن الوقت ضيق ومقامكم شيق، لكننا ستكون في المناسبات أكبر وأكثر. لكنني سأقول في الأخير فيه لجنة، فيه مخطط وطني، فيه إرادة وطنية من أجل حماية مواطنينا. المديرية العامة للأمن الوطني منذ الوهلة الأولى لم تتوانى في اتخاذ، وعلى رأسها السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني، لم تتوانى في اتخاذ كل التدابير والإجراءات التقنية والإعلامية التحسيسية والتوعوية من أجل تجسيد هذا المسعى على أرض الوطن. مسعانا قد جسد، قلوبنا مفتوح، بيتنا الأمني مفتوح لكم. لكن فقط أريد أن أقول بأن هناك معادلة أمنية، وهو ختام قولي معادلة أمنية. هذه المعادلة الأمنية يسهل حلها إذا ما كان المجهول معلوما. من هو المجهول؟ المواطن هو أساس أمننا. هناك ثقافة يجب أن نغرسها في وجداننا وفكرنا، ثقافة التبليغ، ثقافة التعاون، وتعاون على البر والتقوى. قانون جماعتها في اتصاف أهلها بالكرم والنيف والشجاعة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل وهذه النية الخالصة في ميزان حسناتهم وحسناتنا. سدد الله عز وجل خطانا جميعا. بارك الله فيكم، أجركم على الله. السلام عليكم ورحمة الله. عندنا بعض الناس واحد تطلب منا دعاء، عنده بنته وشاء الله ربي يرزقها بزوج صالح، ربي يفتح عليها الزواج. كاين بعض المرضى ربي يشفيهم، ندعو ربي عز وجل بالدعاء. اللهم يا خالق الحب والنوى اعطي لكل قلب ما نوى. اللهم يا خالق الحب والنوى اعطي لكل قلب ما نوى. اللهم يا خالق الحب والنوى اعطي لكل قلب ما نوى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.